اللاعب ده اكتر لاعب مظلوم اعلاميا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم ونقول اي كلمه عايزك تصلي على النبي وما تنساش تعمل لايك وسبلور ومتابعه عشان نوصل لاكبر عدد. اللاعب اللي قدامك ده اكتر لاعب مظلوم اعلاميا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اقل حاجه الماتش اللي فات ماتشنا مع سيراليون جاب هدفين، حد طلع يتكلم عليه؟ والله ما حد طلع يتكلم عليه في الاعلام. قناه ولا اتنين اتكلموا عليه وخلاص. صلاح جاب الهدفين دول كنا طلعنا بيه في السما. وهقنعك كمان ان هو اكتر واحد مظلوم اعلاميا. لما بيجيب هدف بره مع فريقه الاوروبي او يكسر الدنيا مع فريقه محدش بيطلع يتكلم عليه في الاعلام المصري. على العكس صلاح لو عمل اسيست ولا عمل هجمه اصلا هتلاقي الدنيا كلها اتقلبت عليه. مع ان هتبص على تريزيجيه تلاقي اكتر واحد بيبذل جهد في المنتخب المصري واكتر واحد بيبقى همه على المنتخب المصري وممكن يضحي بنفسه علشان خاطر المنتخب المصري. وحتى مباراه الكونغو في 2018 اللي اتاهلنا من خلالها لكاس العالم هو اللي جاب ضربه جزاء. حد اتكلم عليه؟ لا. مين اللي خد اللقطه؟ محمد صلاح هو اللي خد اللقطه باحرازه هدف من ضربه جزاء. وطلعنا وقلنا محمد صلاح هو اللي صعدنا كاس العالم، مع ان الوحيد اللي صعدنا كاس العالم هو تريزيجيه، لان لولا وجود تريزيجيه في الوقت ده ولا ان تريزيجيه عمل ضربه جزاء ما كناش صعدنا لكاس العالم. وتريزيجيه هو اللي جاب الهدفين في المباراه اللي فاتت. مين اللي خد الصيت؟ كله طلع قال لك ده محمد صلاح هو اللي عامل له اسيست الهدف الثاني، مع ان اللي شال الماتش كله هو تريزيجيه وكمان الشناوي. عشان تعرفوا ان تريزيجيه مظلوم اعلاميا. بس كده، يلا سلام.